اوعى تستنى رسالة او مكالمة منه، لان دي حاجة ممكن تدمر لك الطاقات بتاعتك، فبالتالي توصلك لمرحلة نفسية في قمة الخطورة، وتخليك انت فعلا مش عارف تعيش حياتك تاني. وخليني اقول لك ليه وازاي تتخطى الموضوع ده. بس من فضلكم، شايفين القلب الفارغ ده؟ املوه. ربنا يملأ قلوبكم بالفرح والسرور، وعلشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس وتاخدوا ثواب الناس اللي هتشوف الفيديو ان شاء الله. انت لما تبقى قاعد مستني نفسيا وطاقيا، هتلاقي كأنك اتحطيت في برطمان، اتحبست. ازاي؟ انا مثلا لما ابقى انا عندي طاقات عاليه وبعرف اعمل حاجات في حياتي، وعندي طاقه ان انا اتكلم مع صحابي وكل حاجه، لو انا فضلت مستني رساله من الشخص ده، فاصبح ان انا ربطت سعادتي الداخليه بيه. حد يقول لي طب انا متعلق فيه يا عم، كده 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 انا مستني الشخص ده يكلمني، فعادي طبيعي. لا، مش عادي، لانك انت لو فضلت على الوضع ده كتير، اصبح لو وجود الشخص ده مرتبط بحياتك، فلو غاب اصلا هتفضل قاعد مستنيه للابد. وده اللي بيفسر ان في ناس بتكلمني في السيشنز بتقول لي ان علاقه بقى لها 3 سنين انتهت بس لسه قاعدين مستنيين. وده معناه ان الاحتياجات النفسيه اللي الشخص ده كان بيلبيها لنا صارت مربوطه بيه هو، فاصبح حياتنا كلها متعلقه بيه هو. فاصبح ان احنا قاعدين حتى لو مبسوطين مع صحابنا، لو ما بعتناش المسج اللي احنا مستنيينها هنفضل طول الوقت مستنيينها. فعلشان تتخطى الموضوع ده، انا عايزك تقلل سقف التوقعات بتاعتك، بمعنى انك تقول انا مش هفضل مضطر استنى المسج بتاعتك. يعني عود عقلك على طريقه تفكير جديده، عقلك هيستغربها، هيبدا يحطها لك في الفعل، فهتلاقي سلوكك اتغير، وبالتالي قناعتك الداخليه اتغيرت. اللي هو انا مش متوقع ان هو بعت لي مسج، مش متوقع ان هو يكلمني، كده كده هو ساعات بيتجاهلني كتير. اصبح انت كده هنا خفضت سقف توقعاتك، فلما يجي يكلمك فعلا هتفرح وتحس بفرحه انت مش هتحسها لو جاي يكلمك وانت بتفكر فيه بالطريقه التقليديه العاديه. وهنا اصبح ان هو لو ما كلمكش، فانت اوريدي متوقع ان هو مش هيكلمك، سقف توقعاتك منخفض، فبالتالي مش هيأثر. عود